تمام زي الفل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السادة اللي هو المتابعين المحترمين الأفاضل، عنصر جديد هنتكلم عنه للناس المبتدئة اللي ممكن ما تعرفوش وممكن مش هيجي عندها في أي حديث ولا حاجة، ولكنه من العناصر اللي أنت محتاج تعرفها جدا في حوض المارين. العنصر اللي هنتكلم عنه النهارده اللي هو الأيودين. الأيودين ده واحد من العناصر المهمة جدا في حوض المارين. الناس ممكن تعتقد ان هو حاجه متقدمه جدا او حاجه انت مش محتاج تعرفها دلوقتي، لكني بقول لك ان ده واحد من العناصر اللي انت محتاج تعرفها، زي الامونيا والنيترات والنيتريت. ده واحد من العناصر المهمه جدا محتاج تعرفه ومحتاج تقيسها عندك في الحوض بتاعك. الايودين واحد من خليني اقول لك هو ايه بالظبط كيميائيا، وفي نفس الوقت اقول لك هو بيأثر ازاي في الحوض بتاعك. وفي نهايه الفيديو خليك متابع لحد الاخر، هوريك ازاي تقيسه بالتست بتاع ساليفرت بتاع الايودين. الايودين ده واحد من 17 عنصر اسمهم الهالوجينات. الهالوجينات دي عباره عن عناصر نشطه، ونشطه دي معناها اللي هي لما بتتحط مع اي ماده بتتفاعل. طبعا انا مش هدخلك في قصه العناصر دي بتتفاعل ليه عشان خاطر ذراتها ايه او الالكترونات ايه والكلام ده كله، ولا في نفس الوقت اقول لك ان هو في الطبيعه في البحر بيتكون بنسبه حاجه اسمها ايودين عضوي او غير عضوي او الكلام ده. لكن واحد من العناصر اللي هي النشطه اللي انت مشكلتها لما بتحطها في الميه بتتفاعل بسرعه جدا وبتختفي تماما، ولما بتختفي تماما طبعا بتبقى مشكله انك تقيسها او انك تعرف يعني تواجدها عامل ازاي، بتشوف تاثيراتها بس. بالتالي بتحتاج ادوات قياس معينه عشان خاطر تقيس تاثيره او وجوده عندك في الحوض. طيب مهم بقى ليه في حوض المارين ده؟ ناخدها حاجه حاجه. احواض الطحالب اللي الناس مهووسه بيها اليومين دول، خاصه الناس اللي جايه من الحوض المزروعه بتحاول تقلد المزروع في المارين، ايا كان مش موضوعنا. ولكن الطحالب الخضراء الحمراء البني ايا كان كلها بتحتاج الايودين، لان هو واحد من مضادات الاكسده وعنصر من العناصر الموجوده تركيزها بنسبه كبيره جدا في الخلايا والانسجه بتاعت الطحالب دي. العنصر ده بيساعد قوي على عمليه التمثيل الضوئي ان هي تكون ناجحه ومناسبه للكائن الحي اللي هو الطحالب دي اللي احنا بنربيها، اللي هي تشبه الزرع في التفاصيل بتاعتها. بجانب ان هو واحد من العناصر اللي هي موجوده في الانسجه بتاعتها بنسبه عاليه زي ما قلنا، بتدافع بيها عن نفسها من المفترسات. ليه؟ لان هو تركيزه بنسبه كبيره في جسم الحاجات دي بيخليها ان هي بتدي طعم زي طعم معدني كده للكائنات اللي بتعدي المفترسات، اللي هي الاسماك اللي بتحب تاكل طحالب والحاجات دي كلها. بيبقى موجود، بتديها طعم مختلف معدني شويه، ان هو ما بتستسيغش الطعم ده فبتبعد عنها. تاني حاجه، في طبعا كائنات حيه زي السي سكورتس او حاجه زي كده، دي حاجه اسمها زي النافوره كده، بتطلع ساعات في الاحواض بتاعتنا في حوض المارين. الاسماك دي، الكائنات دي قصدي انا اسف، عباره عن كائن شبه الاسفنج كده، بيبقى بيسحب ميه من حته ويطلعها من ناحيه تانية، برضو موجود بنسب كبيره جدا، بيأثر في جسمه موضوع الخلايا بتاعته والانسجه بتاعته وجود الايودين او لا. طب الحاجه من الحاجات المهمه بقى، جبت انت الشرمبايه، جبت كراب، والكراب ده كان غالي او الشرمبايه دي غاليه جدا، وطبعا لقيت الراجل ده جاي يعمل عمليه الانسلاخ دي عمليه بتتم ان الكائن الحي الدرع اللي هو لابسه صغر وجسمه بدأ يكبر، فبالتالي لازم يطلع منه ويكون درع جديد على جسمه عشان خاطر يحميه من اي مفترسات. بيحتاج ايه؟ بيحتاج عشان خاطر يعمل الحاجات دي كلها تركيز عالي جدا من الايودين موجود في الحوض بتاعك. لو مش موجود، مع السلامه، الدرع مش هيكمل، انسى الكائن الحي ده ان هو يعيش. مشكله بتاع ده لو اتشرب بيقبله من عيله يعني. المهم نيجي لحاجه تانية مهمه جدا برضه كده. احنا فهمنا ان هو بالنسبه للطحالب لعمليه التكوين الضوئي الكلام ده كله مهم جدا. الطحالب اللافقريات كده مهم جدا. طيب مهم في ايه تاني؟ مهم جدا بالنسبه للشعب اللي بيسموها السوفت كورالز. السوفت كورالز بيبقى موجود بنسب تركيز عاليه جدا في الانسجه بتاعتها. زي ما قلنا نسب تركيزه عاليه، بالتالي الشعبه دي او الكائن الحي ده بيحتاج يمتصه عشان خاطر يعوض النسب بتاعته موجوده في النسيج بتاعه في اللي هو الجسم بتاعه. شعب زي الاكزينيا والشعب اللي هي الانبوبيه دي زي الليزر والحاجات دي كلها بيبقى مهم قوي نسبه الايودين بتاعتك، ودي من الشعب اللي احنا بنقول سهله وبتحطوها في الحوض بتاعكم. مهم جدا نسبتها تبقى عاليه عندك في الحوض او مظبوطه في الحوض عندك. طيب نيجي بقى الشعب الصلبه او اخر حاجه، ده برضو واحد من العناصر المهمه جدا للتكوين بتاع الهيكل العظمي او اللي هو السكيلتون بتاع الشعب الصلبه.
طيب كده انت عرفت ان هو قد ايه مهم، قد ايه وجوده مهم. تقدر تزوده ازاي؟ هو طبعا في شركات عامله منه عبوات، العبوات دي عباره عن حاجات سوائل او الكلام ده كله، وطبعا مكتوب عليها طبعا من ورا الجرعه بتاعتها قد ايه والكلام ده كله. وطبعا انا ما انصحكش ان انت لما تيجي تستخدم الحاجه دي انك تستخدم الجرعه الكامله اللي مكتوبه، لا انت حاول انك تستخدم يعني 50 في خدها حاجه يعني قال لك لو قال لك حط 10 مللي لتر، حط مثلا 5 وابدا يعلى يعني 50% من المكتوب، وبعد كده ابدا يعلى شويه 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 على حسب جدول الجرعات بتاع العنصر عشان خاطر تظبط. ليه؟ عشان خاطر زي ما قلنا مفيش عنصر ما تديش حاجه اسمها سبايك، او اللي هو ما تديش ارتفاع مفاجئ لنسب عنصر ما يبقاش موجود عندك فيعمل شوك للكائنات الحيه اللي موجوده عندك في الحوض. ف فواحد زي ما قلنا يبقى اديك عرفت هو عباره عن ايه، عرفت هو مشكلته ايه بالظبط، بيتفاعل ازاي مع الميه والحاجات دي كلها، وفهمت ان هو قد ايه العنصر ده مهم جدا، مهم جدا في الحواض، ومهم جدا انك تتابعه وتقيسه والكلام ده كله. تعالى بقى نقيس مع بعض ونشوف التيست بتاع ساليفيرت بيعمل ال ايه ده. لا ده مش ايوداين، ده فوار فروت، بس انا بحب احطه في الانابيب دي، ملوش علاقه بالموضوع بتاع النهارده. معلش. اسف لو انت افتكرت ان هو حاجه تانية. تعالوا تعالوا مع بعض بس نقيس، نشوف التيست بتاعه. والحوض ده حوض بس لسه تحت الانشاء، عشان كده ما فيهوش اي حاجه، انا لسه بس شغال عليه عندي في البيت. فيلا نشوف بس ازاي نعمل التيست بتاع ساليفيرت بتاع ده شكل العلبة اللي هي بتاعت ساليفيرت بتاعت التيست الايوداين. التيست ده بيقيس حاجتين، الايوداين والايودايد، وفي الانستراكشنز بتاعته او التعليمات موجود كل حاجة طبعا زي اي تيستات بتاعت ساليفيرت. الورقة بتاعت التعليمات اللي هو ازاي تعمل التيست ده وازاي تقرا النتيجة بتاعته، دي اللي هي القارورة اللي احنا بنقيس فيها العينة بتاعت المعايرة. وطبعا بقى بيبقى فيها معاك اللي هي سوائل الاختبار، او اللي هي العينات اللي هي السائل اللي احنا بنحطه عشان نعمل معايرة للعنصر اللي احنا بنقيسه. هنا في 3 موجودين اللي هي 1 و2 و3. وطبعا السرنجة اللي بنسحب بيها العينة اللي هي اللي احنا نعمل بيها معايرة، اللي هو طبعا بتبقى ليها قياس معين كملي. ودي الخريطة اللي انت بتقيس بيها، اللي انت بتقارن بيها اللون بتاع العينة بعد ما تعمل الاختبار بتاعك في المية دي. بتقيس حاجتين زي ما قلنا، الايوداين والايودايد. احنا بس مركزين على التيست بتاع الايوداين دلوقتي. ندخل بقى على التيست بتاعنا. اول حاجة بيقولك اغسل او اشطف اللي هي القارورة او الوعاء اللي هو بتاع الاختبار بشوية من مية الحوض بتاعك قبل ما تعمل اي حاجة. هنسحب بس كده شوية مية من اللي هي المية بتاعت العينة بتاعت الحوض بتاعنا، ونشطف بيها القارورة دي كويس. وبعد كده نيجي رامين المية اللي احنا غسلنا بيها القارورة دي. هنجيب بعد كده بقى المية اللي احنا كنا واخدينها من الحوض بتاعنا، ونسحب اللي هو 2 مللي بالسرنجة لحد العلامة اللي موجودة فيها. طبعا زي اي واحدة من عملية الاختبارات اللي هي بتتم بطريقة المعايرة او التيتريشن، لازم تسحب عينة حجم معين من المية اللي انت بتختبر بيه. الحاجات دي بتفرق بالملي لتر طبعا، عشان خاطر انت هتستخدم عليها مواد تانية عشان تظهر العنصر اللي هو الموجود. سائل الاختبار اللي هو المكتوب عليه I2، هنبدأ ان احنا نضيف منه نقطة واحدة على العينة، وبعدين نرجها لمدة كده بالراحة، يعني لمدة 10 ثواني.
هنيجي بقى على الخطوة التالتة اللي احنا هنحط هننزل 6 نقط من الأنبوبة اللي هي مكتوب عليها I2 رقم 3 على العينة بتاعتنا. وبرضو هنعمل تاني، هنرج برضو العينة كده لمدة 10 ثواني بالراحة. وبعد كده هننتظر بعد ما نضيف ال6 نقط دول، هننتظر لمدة 3 دقايق. بعد ما انت عملت كده هتلاقي عندك العينة، لو بصيت على الجزء اللي هي القارورة بتاعت الاختبار دي من الجنب، هتلاقي اللون بتاعها لا اما اصفر غامق، اخضر، لونها ازرق، او حتى ممكن تلاقيها المية عادي بس فيها جزيئات لونها ازرق. هتبدأ اللي انت في الخطوة اللي بعد كده عشان خاطر تقيس الايودين طبعا، اللي هو غالبا نسبته عندك 0.2 جزء في المليون BPM. هتضيف 5 نقط من اللي هو الازازة رقم I2 رقم 2، 5 نقط. وبعد كده برضو تهز القارورة لمدة 10 ثواني. وبعد ما هتعمل كده هتبدأ تقارن بقى اللون بتاع العينة بتاعت المية اللي موجودة في القارورة مع الخريطة اللي هي بتاعت الألوان، عشان تقيس النسبة بتاعت الأيودين بتاعتك قد ايه، وتعرف اللي موجود عندك قد ايه، محتاج تزود تقلل كده. النسبة اللي المفروض تبقى موجودة عندك في الحوض طبعا من 0.06 ل 0.10 جزء في المليون. كده انت الرينج بتاعك مظبوط، مش محتاج تزود او تقلل. لو هو اقل او اعلى من كده فانت كده فهمت ان انت محتاج تزود او تقلل حسب النتيجة اللي هتطلع معاك. طبعا انك تحافظ على نسب الايودين موجودة عندك في الحوض ما بين القيمة اللي احنا قلناها دي كويسة جدا عشان صحة والوان الريف بتاعك والكائنات الموجودة جواه. بيفضل لو انت تقيسه مرة كل اسبوع على الاقل عشان تتابع اي تغيرات عندك في الحوض، وتبقى فاهم ايه اللي بيحصل من ناحية المركبات الكيميائية الموجودة في الحوض بتاعتك او العناصر الطبيعية الموجودة وتأثيرها على الكائنات الحية بتاعتك. خلصنا خلاص الفيديو، واتمنى لو المحتوى عجبك تقدر تعمل لايك وسبسكرايب هنا في القناة. ولو انت حابب تتواصل معايا على طول شخصيا او تتواصل مع ناس تانية مهتمة بالهواية، في جروب على الفيسبوك اسمه احواض البلدي او الاحواض البحرية، هتلاقي موجود عليه معظم الناس، وهتلاقي فيه مقالات مكتوبة عن كل حاجة انت ممكن تحتاجها